مساء الخير صبايا، الله يسعدكن. اليوم جبت لكم طريقة تخزين الثوم بالفريزر. احنا بحاجة لكاسة كبيرة من الزيت بالإضافة لملعقة من الملح وتقريبا شي 5 قرعات من الثوم أو كاسة كبيرة من الثوم المقشر. بنحط الزيت بالبلاندر وبعدين بنضيف عليه الثوم. هون لاحظن أنا ضفت الملح وحاليا ضفت رديت ثوم وحغمره غمرة تاما بالزيت. بعدين بركب الغطاء تبع البلاندر وبحاول اني اقطعه بالشكل او بالحجم اللي انا بدي اياه حبة كبيرة تقطيع الثوم، بدي اياه بشكل كريمي. ست البيت هي اللي بتقرر هذا الاشي، انا بحسه اذا كان كريمي افضل لعملية الطبخ. بنطحنه طحنا تام بشكل حلو، بعدين بنحطه بمطربان معقم نظيف وبنخزنه بالفريزر. بإمكانكم بأي لحظة تطول إنه من الفريزر مباشرة، مش حيكون جامد، حيكون طري كثير لين كثير. وبإمكانكم تعتمدن هاي الوصفة وحيدوم عندكم بالفريزر تقريبا أقل شي 3 شهور أو حسب الكمية اللي انتن سويتنها. تعتبر هاي طريقة من الطرق المفضلة عندي للتخزين، وأهلا وسهلا بيك.